السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعين قناة حسام فيد مودرن معاكم في فيديو جديد. هنعرض لكم الترابيزة الذكية قبل وبعد التشطيب. تم تنفيذ المنتج يا جماعة لصديقة القناة الدكتورة ريهام عبد المنعم من طنطا محافظة الغربية. الدكتورة ريهام كلمتنا من فترة من أيام، يعني حجزت معانا الموديل، سألتنا على سعر الترابيزة 80 في 80، تفرد 80 في 160، سواء وهي سفرة أو أنتريه. قلنا لها على السعر بتاعها، حولت لنا عربون كجدية اتفاق 2000 جنيه، وإن شاء الله باقي الحساب يكون مع التسليم إن شاء الله. وبعتنا لها الفيديو الصغير بتاع الترابيزة قبل التشطيب. مقاس الترابيزة كده يا جماعة 80 في 160، بتفرد على درج زي ما احنا شايفين 80 في 160، وترابيزة سفرة 80 في 160 على الميكانيزم. حاجة بسم الله ما شاء الله جميلة جدا. الرجول بتاع الترابيزة زي ما احنا شايفين خشب زن أحمر بالكامل. العلبة اللي تحت كونتر 18 مللي متثبت فيها الميكانيزم. الميكانيزم بخزنة باكن من كل جنب، وسوستة صلب، وقفلين صغيرين بيقفلوا الجزء المتحرك ده يا جماعة عشان محدش من الأولاد من تحت الترابيزة يزق يتفتح ولا حاجة. والقرصتان اللي فوق أبلكاش هي الكبس بتاعهم من الداخل خشب سويد، وملزوقة قشرة أرو. بسم الله ما شاء الله. الميكانيزمات والمفصلات والعجل بعد التشطيب مستورد. حاجة ما شاء الله جميلة جدا جدا، بسم الله ما شاء الله. وتم دهانها طبعا على حسب اللون اللي طلبته مننا الدكتورة ريهام. واللي حابب يعرف تفاصيل أكتر عن طريقة التعامل معنا أونلاين بتكون ازاي، يا ريت يشاهد لينك الفيديو التعريفي في الموجود تحت في وصف الفيديو. بفضل الله متخصصين في مجال الأثاث المودرن الموفر للمساحة، سواء ركن أو كنب سرير. ظهرت معكم في أول الفيديو قائمة تشغيل فيها الموديلات اللي احنا بننفذها من الكنبة السرير في الدائرة البيضاء فوق اللي فيها علامة الآي. يا ريت تشاهدوهم إن شاء الله سبحانه وتعالى. تم دهانها لون رصاصي زي ما احنا شايفين على حسب ما طلبت مننا الدكتورة ريهام. الرجول طبعا اتدهنت غامق زي ما احنا شايفين، والقرصتين والجزء بتاع الترابيزة من تحت تم دهانه بنفس البوية، بس ما اتكستش، اتعملت شفاف عشان كانوا طالبين مننا ان ثمرة القشرة تبان وشكل القشرة يبان. وتم تنفيذها بسم الله ما شاء الله على حسب ما طلبوا مننا. طبعا الترابيزة مزودة بست عجلات، فيهم 4 عجلات فيهم إقفال علشان ست البيت تحرك الترابيزة في المكان اللي هي حباه، وتقفل ال4 تقفال بتوع الرجول بتاع الترابيزة. تبقى الترابيزة ثابتة في الأرض، محدش من الأولاد يعرف يحركها ولا حاجة. حاجة بسم الله ما شاء الله ممتازة جدا جدا. طبعا اتدهنت بوية فرن، حاجة ما شاء الله جميلة جدا جدا، بسم الله ما شاء الله. الدرج بتاعها طبعا على سكة ستانلس زي ما احنا شفنا في أول الفيديو. حاجة ما شاء الله ممتازة جدا جدا. والدرج بيفرد معانا بره لمساحة كبيرة على أساس إن الترابيزة ما تبقاش توازنها مختل ولا أي حاجة، تبقى بسم الله ما شاء الله الحاجة اللي على الترابيزة طبعا ثابتة، ما يضغطش عليها مثلا من طرف الترابيزة تقوم الحاجة تقع أو الكلام ده. لا، بسم الله ما شاء الله عاملين الدرج تكون مساحته بسم الله ما شاء الله اللي بره مساحته بسم الله ما شاء الله كبيرة زي ما شفنا في أول الفيديو. واستخدام الترابيزة طبعا سهل جدا زي ما احنا شايفين. حاجة ما شاء الله ممتازة جدا جدا، بسم الله ما شاء الله. طبعا دي السكك الستانلس بسم الله ما شاء الله ممتازة جدا. وطبعا الدرج من الداخل مدهون بوية كسو زي ما احنا شايفين. وهنا ثمرة القشرة بسم الله ما شاء الله باينة زي ما احنا شايفين. اللون مدهون شفاف علشان ثمرة القشرة تبان، عاطية ما شاء الله منظر جميل جدا جدا، بسم الله ما شاء الله. والاستخدام زي ما حضراتكم شايفين سهل جدا جدا. حاجة ما شاء الله ممتازة. وبسم الله ما شاء الله الترابيزة عملية جدا جدا، بالذات في المساحات الصغيرة، لأن طبعا غالب الشقق زي ما حضراتكم عارفين اليومين دول المساحات بتبقى صغيرة. فالترابيزة تستخدم معانا كترابيزة انتريه، وتستخدم معانا كمان كترابيزة
سفرة. هنا طبعا الإقفال اللي في العجل زي ما بلغنا حضراتكم، القفل بتاع العجلة اتقفل خلاص، الترابيزة تثبت في مكانها بسم الله ما شاء الله، ما تتحركش نهائي خالص. سحبة واحدة بس بالقرصتين من الناحية المقابلة للدرج بتفتح معانا الترابيزة، وبنقلب القرصة بكل سهولة خالص بسم الله ما شاء الله. ارتفاعها كده 80 سنتي، وارتفاعها وهي ترابيزة انتريه 60 سنتي بسم الله ما شاء الله. شغل بسم الله ما شاء الله عمولة، وشغل بسم الله ما شاء الله ممتاز جدا جدا بسم الله ما شاء الله. وإن شاء الله يتم شحن الترابيزة، والشحن طبعا زي ما حضراتكم متابعين معانا هدية، بنشحن هدية للجمهورية كلها زي ما حضراتكم متابعين معانا. احنا مكاننا في محافظة دمياط، بنشحن هدية لغاية القاهرة واسكندرية أو السويس. الشحن هدية ما بعد القاهرة أو اسكندرية أو السويس بيكون فيه زيادة في الشحن، بنعرف العميل بتاعنا. الرقم اتثبت على شريط أسفل الفيديو للتواصل إن شاء الله.